واحدة متجوزة جوزها كان دايما بيتعصب عليها، كانت دايما تبتسم بهدوء وتعدي الموقف. جوزها كان بيستغرب من هدوءها، وكان كل ما يزيد في العصبية هي تزيد في الابتسامة والهدوء. جوزها حب يعصبها، قال لها أنا هتجوز عروسة صغيرة في السن. لو ده هيسعدك أنا ما عنديش مانع. أنا مش بستأذنك، أنا بس بعرفك. وأنا عن نفسي يوم ما تتجوز هسيب لك البيت علشان تاخد راحتك مع عروستك. الزوج استغرب من رد فعل مراته، وآخر النهار رجع معاه فستان فرح وراه لمراته وقال لها ده فستان فرح عروستي الجديدة. ألف مبروك وربنا يتمم بخير. اعملي حسابك بكرة الفرح وعروستي هتيجي بكرة. عايزاك تطمن، بكرة إن شاء الله هيكون أجمل يوم ومش هضايقك تاني. وتاني يوم الزوج صحي ملقاش مراته، أخد فستان الفرح علشان يرجعه، لقى فيه رسالة كاتباها مراته لعروسته الجديدة. ألف مبروك يا عروسة، ربنا يوفقك مع جوزي، بس أنا عايزة أوصيكي عليه، خلي بالك منه واوعي تزعليه، ولو اتعصب عليكي معلش استحمليه علشان هو مريض نفسي بياخد علاج من فترة، وده اللي مخلي خلقه ضيق، بس صدقيني هو طيب جدا وابن حلال يستاهل كل خير. أنا فكرت كتير أسيبه وأبعد عنه، بس قلبي عمره ما طاوعني علشان كان محتاجني جنبه، بس دلوقتي أنا اطمنت عليه معاكي وكده هبعد عنه وضميري مستريح، ووعدك مش هيشوفني تاني.